الجو بقى حر والمصايف قربت، واحنا على موعد مع كشف العورات. وطبعا انا ما اقصدش النساء، لان مواضيع المايوهات الحريمي قتلت بحثا، والكلام فيها تقريبا خلص، وبقى معروف الدنيا اولها فين واخرها منين. لكن اللي الناس مش واخده بالها منه الرجاله بتنزل في المصيف كشف عورات ما تعدش، والناس فاكره ان الدنيا كده عادي، زي الدنيا زي الفل. عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، كل ده لازم يتغطى. انت بتنزل بشورت، ما ينفعش، لازم تغطي ما بين من السرة للركبة، من فوق السرة كده لحد تحت الركبة، كل ده لازم يبقى متغطي. شكلك ومش شكلك والكلام ده كله، ده ما يرضيش ربنا. ربنا بيقول وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وبعدين يا أخي، مش لازم تبقى شكلك وحش عشان تستر عورتك. في دلوقتي نفس خامات المايوه ممكن تجيبها بنتكور أو برمودا، موجودين والله. والتيشيرتات برضو ممكن تجيب تيشيرت بنفس خامة المايوه، في تجيب بنطلون وتجيب تيشيرت شكلهم حلو محترمين، تلبسهم يبقى شكلك حلو برضو وانت نازل المية وساتر عورتك، ونتبسط كلنا. لكن ليه عشان نتبسط لازم نعصي ربنا؟ يا ريت نخلي بالنا من النقطة دي كويس جدا جدا جدا.